السلام عليكم. في الحقيقة شباب كتيرة عايزة تسافر، وفي الحقيقة في وقتنا الحالي ده السفر هو الحل. تقريبا أي شاب في الفترة الحالية محتاج إنه يتجوز، محتاج مش أقل من 500,000 جنيه، ده أقل حاجة يعني. لو هتبص لها بقى اللي انت اللي هتشتغل هنا تقريبا في الشهر ب 4000 مثلا، يعني انا معاك في كل حاجه وهوضح لك كل الامور، بس يا ريت تسمعني وتفهمني وتفهم كلامي الاول، بعد كده قول رايك هل في الكلام ده صح ولا غلط. تقريبا حاليا لو هتشتغل ب 4000 منهم 1000 فيبقى معاك هيكون متوفر معاك 3000 جنيه، يعني لو هضربها كده في السنه تقريبا هتبقى حوالي 36000 جنيه، يعني يا دوبك كده يا تعمل لك غرفه نوم يا مش هتكمل. فلو شاب محتاج يتجوز فانا بقول لك هو الحل الوحيد في الوقت الحالي عشان تقدر توفر كل الطلبات اللي انت محتاجها عشان تتجوز. محتاج ان انت تسافر، عشان هتقعد هنا مش عايز لك اقل من 10 15 سنه تقريبا يعني. فالسفر حل، بس لازم يكون في حاجات تانية لازم تكون فاهمها. تقريبا في السعوديه وفي دول الخليج عامه حاجات كده، كل دوله حاليا بتفكر في انها تشغل ولاد بلدها. يعني في السعوديه تقريبا حاليا بيشغلوا في حاجه اسمها سعوده الوظائف، في الكويت تكويت الوظائف، في الاردن كذلك الامر بيشغلوا اولادهم، البحرين. فحاليا الدول دي زادت شويه والناس بقت فاهمه، والناس بقت بتجيب الحاجه اللي هم محتاجينها بس، يعني محتاجين 5 افراد بيجيبوا 3 بس، بيجيبوا 2 بس. فبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يقللوا العماله عشان هم عندهم العدد زاد عن الاول. وحاليا ناس كتيره بتتابعني في السعوديه، عايز اقول لك 50% من الناس اللي في السعوديه قاعده في السكن ومش لاقيه شغل. البلد فاتحه خالص، ففي ناس كتيره عرفت تخش السعوديه، فالموضوع ده اثر على الناس اللي كانت شغاله قدرها فتره كبيره في المهن بتاعتها، في المصالح بتاعتها، في الوظائف بتاعتها، فتاثروا بالموضوع ده. والناس اللي في السعوديه عارفه الكلام ده، وانا عملت فيديو قبل كده عن الموضوع ده، وناس كتيره شافته ان السعوديه في الوقت الحالي ما ينفعش تسافرها وانت معكش مهنه. فعشان نكون متفقين برضو ان السفر في الوقت الحالي هو الحل، بس قبل ما تفكر ان انت تسافر، يعني الناس كتيره حاليا تلاقي شباب كتيره محتاجه تسافر وبيسهر لحد الصبح ويفضل نايم النهار كله وبيكلم ناس انا محتاج اسافر. الحياه مش حلوه، البلد مش حلوه، الحياه مش مساعداني، البلد مش مساعداني. بس قبل ما تفكر، يعني انت قبل ما تكلم واحد ان انت محتاج تسافر في الدوله الفلانيه، انت محتاج نفسك انت في البدايه انت شغال ايه، او ايه الحاجه اللي انت بتعرف تشتغل فيها. ما مبدئيا عشان تكون عارف وعشان نكون كلنا في الصوره، انت لو مش فالح في بلدك مش هتفلح في بلاد الناس. يعني انت لو مش شايف شغلك في بلدك عمرك ما هتنجح في بلاد الناس. وبره مش هيشغلوك في اي مكان في دول الخليج او في دول اوروبا عشان جدعنتك ولا عشان خاطر انت شاب محترم ولا عشان خاطر انت شخص كلك رجوله او الكلام ده. حاليا بيشغلوك عشان خاطر يكونوا هم هيستفادوا منك. يعني تقريبا في دول كتير وبالاخص في دول الخليج حاليا، في الاول كان في ناس بتروح تشتغل في مصالح حكوميه وفي مصالح تكون كويسه. حاليا انت عشان خاطر تروح تشتغل في اي دوله من الدول دي، الفرص العمل المتوفره ليك ان انت تشتغل سواق. يعني تقريبا مثلا في السعوديه تروح تشتغل سواق خاص، ادي المتوفر ليك. تروح تشتغل مثلا في فيلا عند حد جنايني، تروح تشتغل ويتر في مطعم، تروح تشتغل ويتر في قهوه. فالمهن دي هي حاليا اللي ولاد البلد مش هيرضوا يشتغلوها او مش هيعرفوا يشتغلوها او مش هيكون مستواهم بالنسبه لهم، شايفين ان احنا مش هينفع نشتغل في المهن دي. فانت حاليا بتدور على مهنه من المهن دي وتشتغل فيها. فقبل ما تفكر تسافر وقبل ما تكلم حد ان انا محتاج اسافر، انا اكون نفسي مؤسس نفسي كويس. يعني انا حاليا اكون معايا مهنه كويسه ومش اي مهنه. يعني حاليا بقت مهن المعمار، حاليا بقى في دول كتيره من دول اسيا بقت بتروح تشتغل في دول الخليج، فاثرت علينا احنا كمصريين ان نشتغل في المهن دي. ان هم حاليا بقى رواتبهم اقل مننا، فهم بيجيبوا الناس اللي رواتبهم اقل مننا مع هبوط العمله بتاعتنا، فالموضوع بقى بالنسبه لهم مكلف ان هم يجيبوا مصري، فبيجيبوا ناس من الدول دي. فانت لازما تكون فارد نفسك على الشخص ده. هتلاقي حد غير يشتغل الشغلانه دي، او مش هتلاقي حد غير يشتغل في نفس المهنه اللي انا شغال فيها. لازما تتعلم مهنه كويسه وتكون فريده من نوعها. يعني مش اي مهنه وخلاص، اللي انا معايا مهنه وخلاص، او انا واحد معايا مؤهل عالي فانا معايا مؤهل عالي كشهاده، بس انا اشتغلت بالمؤهل بتاعي؟ هل انا اشتغلت ببلدي سنه او 2 خدت خبره في المجال بتاعي؟ انا معايا كليه تربيه وما اشتغلتش في بلدي، فمستحيل يشغلوك بره. يعني تقريبا حاليا في دول كتيره ما بقتش بتعتمد على المدرس المصري، بقى في دول تانية بالنسبه لفرق العمله اقل مننا فبيجيبوا الناس الغيرنا. فحاليا الواحد مننا لما يفكر يسافر، وعشان خاطر تسافر في دوله ويحترموك وتشتغل في المهنه اللي تكون لايقه بيك، لازم تكون انت شغال في المهنه دي ببلدك وتكون كويس فيها وتكون شاطر فيها عشان خاطر الناس دي تشغلك. تكون شخص متعلم ومعاك مؤهل عالي.
يعني انا بشوف ناس كتيره مؤهلات عاليه بتبعت لي في الخاص مثلا عايزين نسافر بره نشتغل اي حاجه، الظروف مش حلوه معانا في مصر. انا معاك ان الظروف في مصر مش هتكون حلوه ومستحيل تعرف تكون مستقبلك وانت موجود في مصر، بس انت اتعلمت مؤهل عالي وفي ثالثه ثانوي لما كنت انت لسه في ثالثه ثانوي وجبت مجموع كويس، بقى عندك فرحه كتيره في البيت واهلك صرفوا عليك كتير وصرفوا عليك مصاريف ودروس وصحيان بدري وحاجات كتيره جدا تعبت فيها. فما ينفعش بعد كل ده اروح اشتغل في دوله سواق خاص عند حد. معلش اللي هيشتغل سواق خاص عنده ده مش احسن مني، مش هروح اشتغل جنايني في فيلة واحد وانا راجل معايا مؤهل عالي. فلازم انت تحترم المؤهل بتاعك وتحترم التعب اللي تعبوا فيه اهلك عشان خاطر بعد كده الناس تحترمك. ما ينفعش تكون معاك مؤهل عالي وصارف على نفسك واهلك صارفينه عليك وبعد كده تروح تشتغل عامل نظافه في مكان. انا عشان نكون متفقين ان كلها ارزاق والارزاق بالله، ورزقك هتاخده في اي مكان وفي اي مكان هتسافر فيه، لو ليك رزق فيه وليك لقمه تعيش فيه هتاكلها. بس لازم نكون احنا برضو عاملين حسابنا كويس ومتعلمين الحاجه الكويسه ومتعلمين المؤهل الكويس او المهنه الكويسه عشان الناس تحترمنا وتشغلنا عندها. وهرجع واقول لك برضو خد كورسات، اتعلم لغه، اتعلم حاجه. تقريبا حاليا 90% من الحاجات اللي موجوده في الامارات وفي دول الخليج بيحتاجوا لغه. انت ما معكش لغه فمستحيل تعرف تشتغل في مكان زي كنتاكي، مستحيل تعرف تشتغل في مكان زي ماكدونالدز، مستحيل تشتغل في مكان يكون راتبه كويس عشان انت اصلا ما معكش لغه. انت اصلا عندنا الموضوع بقى صعب جدا انت تتعلم لغه عشان الشباب مش عايز تسعى انها تتعلم لغه، ان بقى في حاجات كتيره سهله تعرف تاخد كورس كويس تتعلم في لغه كويسه، مش لازم اللغه واحده عشان خاطر لما تروح الدوله دي، لما تروح اي مكان في دول عربيه او في دول اوروبيه الناس تعرف تلاقيك شخص مميز ويشغلوك. تقريبا الشغل اللي احنا كنا بنشتغله من 10 15 سنه لورا في دول كتير، الدول دي بقى عندهم اولادهم بيشتغلوه فبداوا يستغنوا عننا تدريجيا. فالموضوع ده اثر كتير على ناس، وتلاقي ناس كتيره مسافره وقاعده تقول لك احنا مش لاقيين شغل. ومش موضوع مش لاقي شغل، هو المهنه بتاعته بقى في منها كتير، بقى فيها منها عدد كتير، فبالتالي اثرت عليك انت كواحد معاك مهنه مش عارف تشتغل. معايا مؤهل عالي وقاعد ومش لاقي شغل عشان برضو المؤهل بتاعك بقى في منه كتير وانت مش مميز نفسك عن غيرك. فزي لو انت دايما شايف نفسك زي اللي حواليك فمستحيل انت تعرف تشتغل. فتلاقي ناس كتيره برضو قاعده هنا بتفكر تسافر ونفسها تسافر وبتكلم ناس عشان تسافر. وطب انت معاك مهنه ايه عشان تسافر؟ ايه الشغلانه اللي تعرف تشتغلها؟ ايه المهنه اللي تعرف تشتغل فيها بره في اي دوله؟ ما حاليا زي ما قلت لكم ان الناس بره بقت فاهمه كويس وبقت عارفه كويس ازاي نجيب واحد نشغله عندنا ومين نجيبه عندنا ومين اللي يشتغل عندنا. نجيب 5 موظفين بنجيب 2 بس عشان خاطر الدول دي اعدادها زادت. فبالتالي انت لازما بقى عليك ان انت تشتغل اكتر وتسعى اكتر وتتعلم حاجات احسن عشان خاطر الناس بره تكون رغباك في ان انت تشتغل عندهم، وده اجباري عليهم عشان مش هيلاقوا غيرك ومفيش منك كتير فيضطروا ان هم يشغلوك عندهم. يا ريت اي حد بيفكر يسافر شوف نفسك انت وقفت فين وشوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها وطور نفسك فيها، ولما يكون معاك مؤهل عالي خد كورسات، خد حاجات كويسه عشان خاطر تفيد نفسك لما هتشتغل بره. وتقريبا زي ما قلت لكم حاليا في مصالح كتيره كنا احنا كمصريين بنطلع نشتغل فيها، فلما بقى في شباب في الدول دي بتشتغل فيها فما بقاش فاضل لينا غير المهن اللي هم مش عايزين يشتغلوها ومش حابين يشتغلوها، اللي هو سواق خاص. يعني بلاقي بنات كتيره عايزه تسافر ونفسهم يسافروا وبيدوروا في الجروبات كلها اللي هم عايزين يسافروا. طب انت مؤهلك ايه؟ بتعرف تشتغل ايه؟ تقول لك اصل انا بعرف اطبخ كويس. يعني انت بتعرف تطبخي كويس؟ يعني انت قاعده في بيتك معززه مكرمه عايزه تروح تشتغل في بيوت الناس او في بلاد الناس خدامه؟ ما ينفعش. انت ما ترضاهاش على نفسك في بلدك وبلاها ازاي تروح تشتغل في بلاد الناس خدامه في بيت عند حد وحد يتامر عليكي. ناس كتيره بتطالب، يعني بنات كتيره وستات كتيره بتطالب على السوشيال ميديا عايزين نسافر في اي دوله خليجيه نشتغل في بيت، عايزين نشتغل نساعد مساعده شيف في بيت. ما انت اذا اشتغلت في بيت فانت معلش انت كده بقيتي خدامه، فانت عمرك ما هتقدر تشتغلها في بلدك. فلازم احنا نطور من نفسنا الاول وبعد كده اشوف نفسي انا عايز اسافر فين وعايز اشتغل في ايه عشان الناس بره تكون مضطريه ان انا اشتغل عندهم. ده اجباري عليهم مش برضاهم هم في لاي حد. وهرجع اقول لك تاني السفر هو الحل في الوقت الحالي، مفيش بديل غير السفر. بس قبل ما تفكر تسافر لازم اشوف نفسي انا واقف فين واشوف الحاجات اللي انا محتاج اتطور فيها واطور نفسي فيها عشان خاطر الناس بره تشغلك غصب عنهم وبعد كده ما تروحش هناك وتشتكي وتقول مفيش شغل. السلام عليكم، اشوفكم على خير.